السلام عليكم ومرحبا بكم يا عشاق كرة القدم وكل متابعي نادي برشلونة في كل مكان. اليوم جئنا لكم بفيديو جديد حيث سنتناول معا أهم الأخبار التي تخص نادي برشلونة في 24 ساعة الماضية. تابعوا معنا هذا الفيديو الممتع والشامل الذي سيأخذكم في جولة حول كل ما هو جديد في عالم البرصا، من إيقاف المدرب هانز فليك إلى عودة رونالد أراوخو، مرورا بصفقة المدافع جوناثان تاه، وصولا إلى الأخبار المفرحة حول أنسو فاتي. هيا لنبدأ. أول خبر نبدأ به اليوم وعن قرار رابطة الدوري الإسباني بإيقاف مدرب برشلونة هانز فليك لمباراتين، وذلك بسبب احتجاجاته الشديدة على قرارات التحكيم في المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس. هذا القرار جاء بعد أن أطلق فليك تصريحات نارية ضد الحكام، مما دفع الرابطة إلى اتخاذ هذا القرار. والآن نحن أمام تساؤل مهم: كيف سيؤثر غياب فليك عن مقاعد البدلاء على الفريق؟ المدرب له دور كبير في توجيه اللاعبين، وبالتالي سيكون على الجهاز الفني تكثيف جهوده لتغطية غيابه. هل تعتقدون أن الفريق سيستطيع التأقلم مع هذا الغياب، أم أن الأمر سيؤثر على الأداء العام؟ نريد أن نسمع آراءكم في التعليقات. نمر إلى الخبر الثاني الذي نشعر معه بالكثير من التفاؤل، وهو عودة المدافع الصلب رونالد أراوخو إلى الفريق بعد غياب دام 151 يوما بسبب الإصابة. أراوخو كان دائما أحد الأعمدة الأساسية في دفاع برشلونة، وعودته تعتبر دفعة معنوية كبيرة بالنسبة لفريق برشلونة. ماذا يعني وجود أراوخو في الدفاع؟ هذا يعني أن برشلونة سيستعيد جزء من قوته الدفاعية، حيث أن أراوخو يتميز بثباته وصلابته في الكرات الهوائية والمواقف الصعبة. هل تعتقدون أن عودة أراوخو ستؤثر بشكل إيجابي على نتائج الفريق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. والآن إلى الخبر المثير المتعلق بسوق الانتقالات، حيث تشير التقريرات إلى أن برشلونة أصبح قريبا من التعاقد مع المدافع الألماني جوناثان تاه من باير ليفركوزن. تاه هو مدافع قوي جدا، يمتلك الخبرة اللازمة في البوندسليغا، ولديه القدرة على إضافة القوة والصلابة إلى دفاع برشلونة. الفريق بحاجة إلى تعزيز دفاعه، وهذا المدافع يبدو أنه الخيار الأمثل وفقا لاحتياجات برشلونة في الوقت الحالي. هل تعتقدون أن جوناثان تاه سيكون إضافة قوية لبرشلونة في الموسم القادم؟ شاركونا رأيكم حول هذه الصفقة في التعليقات. ومن الأخبار التي أسعدت الجماهير هو اقتراب النجم الشاب أنسو فاتي من العودة إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة. فاتي الذي يعتبر أحد أبرز المواهب في العالم يأمل الجميع أن يعود بأداء قوي كما كان في بدايته. هل يستطيع فاتي العودة بنفس السرعة والمهارة التي عرف بها؟ هل تعتقدون أنه سيكون قادرا على استعادة مستواه العالي في أقرب وقت ممكن؟ دعونا نتحدث عن هذا في التعليقات، فكلنا شوق لرؤية فاتي مجددا في الملعب. ونختتم هذا الفيديو بحديث عن المباراة الهامة القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد بورسيا دورتموند. المباراة ستكون حاسمة جدا بالنسبة لبرشلونة، والفوز فيها سيضمن لها التأهل إلى الدور المقبل. التوقعات تشير إلى أن ليفاندوفسكي وديونغ سيكونان أساسيان في التشكيلة، مما يزيد من حدة التوقعات حول هذه المباراة. المباراة ليست فقط للتأهل، بل هي فرصة كبيرة للفريق لإظهار قوته واستعادة الهيبة في في دور الأبطال. هل تعتقدون أن برشلونة قادر على الفوز وتحقيق هدفه في هذه المباراة المهمة؟ دعونا نتبادل التوقعات في التعليقات. وفي الختام، كانت هذه آخر الأخبار عن نادي برشلونة في 24 ساعة الماضية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نحن دائما في خدمتكم لنقدم لكم كل ما هو جديد عن البارسا، ونتمنى أن تشارك رأيكم حول الأخبار التي أثارت اهتمامكم أكثر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى لكم يوما سعيدا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.